وتواصل الفلوكة روايات الذي يرويها ويروينا بإذن الله تعالى، وتحكي لنا فضل أطول وأعظم أنهار الأرض الذي يسقينا ولنا حضارة هو بانيها. وإليه ننظر نظرة أمل وشكر لما قدمه لمصر والمصريين على مدار آلاف السنين. وقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت إلى السدرة فإذا 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. نرانا وقد اقتربنا من إحدى الجزر النوبية القديمة. نعم، إنها هي أقدم جزر في مدينة أسوان، أو كما كانوا يسمونها جزيرة الخلق. هي جزيرة سهيل، هي قرية نوبية قديمة، وتعتبر أقدم ثاني جزر النيل بعد جزيرة الفنتين. لقد حبى الله سبحانه وتعالى جزيرة سهيل بكل مقومات الجمال الطبيعي. كانت تجربة لأبناء الجزيرة إعادة الألوان الزاهية إلى كل بيوت الجزيرة بأنامل أبناء الجزيرة وأنامل شباب عشق المكان، فجاءوا من كل مكان يشاركون بريشة وألوان، وعلى كل لون يضاف إلى واجهة البيوت يصنع منه فرحة وبسمة على كل أبناء الجزيرة الحالمة الناعسة في أحضان الطبيعة. أبا ياسا أبا هسكنا وشوز داري للنيا، أبا ياسا أبا هسكنا وشوز داري للنيا، نوبا وملنتو شرطين طول كونو سوتو، نوبا وملنتو شرطين طول كونو سوتو، كاف البلا وكنجرا كاف البلا
رسم وتلوين البيوت النوبية القديمة، لأن ده كان عادة بيقوم بها النساء، إن هم اللي بيبنوا البيوت وهم اللي بيلونوها. فاحنا بنحاول ان احنا، هي القصه مش قصه تلوين بيوت بس، احنا بنحاول ندعو الناس والمتطوعين، المشروع كله قائم على التطوع، فبندعو الناس من محافظات مختلفه، لان دايما بتحس ان الناس كلها فاكره الناس في النوبه او اسوان قاعدين بجلابيه ودف على النيل وهي دي حياتهم، او الناس هنا فاكره ان الناس بقى في بحري او في القاهره واسكندريه بقيه المحافظات عايشين في رغد ونعيم. فبنحاول ان احنا نقرب المسافات، ان الناس يبقى في لغه حوار وتواصل وتفاهم مع بعض، ونبقى حاسين ان احنا او كلنا على ان او ملمين ان مصر هي نسيج واحد، واحنا كل واحد جزء من النسيج عشان نكمله. زمان بيعتمدوا على الخامات المحيطه بيهم، الاكاسيد والاعشاب والجير اللي في الجبل. احنا عندنا ثراء ثقافي وفني، فعشان كده بنستخدم الموتيفات الخاصه بالنوبه. الموتيفات الخاصه بالنوبه مش مثلثات بس، احنا عندنا موتيفات كثيره قوي خاصه بالفاجيكا بالمتوكيه، فبنحاول ان احنا، والوان كمان خاصه هنا وخاصه بهنا، فبنحاول ان احنا القرى قريه يعني جزيره سهيل هم متوكيه او كنوز، فحاولنا ان احنا قدر الامكان نستخدم الموتيفات الخاصه بالكنوز. جلا فينا سرم السوق مرتيتو تتلب ترسوق فنتيتو جمان دول سو جلا فينا إيري جلا فينا إيري جلا فير السرم السوق السرم السوق. الثقافة النوبية من قديم الأزل مرتبطة بالنيل جدا، حتى اختلفت صفات وعادات الناس لما بعدوا عن النيل، بس اللي لسه قريبين من النيل يعني النيل في كل طقوسنا، في كل اكسسواراتنا. الحلي النوبي، النيل جزء لا يتجزأ منه. كانت الحرف قديما كانت قايمة على الصيد والزراعة، ده كان أكتر حاجة، ده اللي حياتنا كانت قايمة عليه. هتلاقي النقوش والبيوت كتير قوي، هتلاقي مية النيل، هتلاقي الطيور اللي مرتبطة بالنيل، هنلاقي الزرع، الفيضان، قصص كتيرة قوي مدونة على البيوت أو على الحلي بتتكلم عن الفيضان، فاحنا مرتبطين بالنيل. سكرم الفجور يايلين أي سكرم الفجور يايلين في الرفيق يا جور كي يا جور من الناس السود الناس السود نركي كسين نركي كسين جلا فينا سرم السوق مرتيتو تتلب ترسوق فنتيتو يمن دول سو جلا فينا. جزيرة تجمع معالمها ما بين عبق الماضي وجمال الحاضر. سرم السوق سرم السوق طلب ترسوق يمن دول سوق. فنتيتو تفردن من يوكا دول جدون تلفيا كت فنتيتو تفردن من يوكا دول جدون تلفيا كت وسط الدندوين كيوكا تلغرتن من جاكين دوكا من جاكين دوكا في الرفيق يا جور
kaye agor munin nasel sud tay nasel sud. الطفل ما بيتولد كل الطقوس الخاصة بالسبوع والولادة مرتبطة بالنيل. لسه عندنا عادة من عادات القديمة إنه النوبة كانت آخر جزء مسيحي في مصر، فلسه عندنا حتى الآن عادة تعميد الأطفال في النيل. الطفل ما بيتولد بنروح بيه للمية ولازم يتواصل أو يلامس النيل. في السبوع الأطفال اللي في القرية بيتجمعوا يتعمل لهم مزيدة أو حاجة زي الرز بلبن أو العصيدة وياكلوها، والباقي يحطوه للنيل، لأن الناس عندهم إيمان بحاجة اسمها الناس اللي تحت النيل أو إسي دول ناس المية. الطفل كمان في السبوع لو ولد بيتاخد حتة قماشة من هدومه ويتعمل من الجرناف أو العرجون، بيتعمل من جذوع النخيل، بيتعمل مركب صغيرة ويتحط الشراع بتاعها الحتة القماشة اللي اتاخدت من هدوم الطفل وتمشي دي مركب رزقه في النيل. فاحنا حاجات كتيرة قوي حتى الآن من آلاف السنين لحد 2020 احنا في علاقة مرتبطين بالنيل، واللي مننا بيمشي ولا بيتولد في القاهرة بيرجع للنيل، والنيل حتى مختلف لونه عن بقية المحافظات هنا. فالناس هتلاقيها النوبيين ولا الناس في أسوان محترمين النيل، مش هتلاقي حد بيرمي حاجة في النيل. هي قرية عالمية على أرض مصرية. هي قرية جمعت بين جمال الطبيعة والموقع الفريد النادر. تقع على النيل في مواجهة خزان أسوان، وعمرها تجاوز 100 عام. وقد نجحت القرية بناسها الطيبة في تطبيق تجربة السياحة البيئية، وذلك بعد أن قرر أهل المكان تحويلها من قرية عادية إلى مزار سياحي وقرية نموذجية، بهدف إظهار العادات والتقاليد للحياة النوبية، حتى وصلت شهرتها إلى العالمية وأصبح يقصدها السائحون من جميع أنحاء العالم. نموذج لقدرة الإنسان المصري في تحقيق أحلام لا تأتي إلا بالجهد والعرق والانتماء. نهر النيل يغطي ما نسبته حوالي 10% من مساحة اليابسة في القارة الإفريقية كاملة. نهر يبلغ طوله قرابة 6650 كيلومتر، أي ما يعادل 4132 ميلا. حقا إنه نهر الحياة والبقاء والخلود بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا شاكر ودقر فابلا وسكينك انجرى ودقر فابلا وسكينك انجرى ارتاح لك لك لك